السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح موقع مهم جدا، موقع اسمه تيد. موقع تيد من المواقع التعليمية اللي هي بتدي محاضرات في توصيل الأفكار، ولو في أي فكرة جديدة بتحاول تشرحها وتبسطها على قد ما تقدر للناس. طيب، عايزين نعرف موقع تيد ده ايه اهدافه وايه خدماته لينا، نقدر نستفيد ازاي من موقع تيد. تعالوا نشوف مع بعض القائمة الرئيسية لموقع تيد. موقع تيد فيه حاجة اسمها تيد توكس. تيد توكس نفتحها كده مع بعض. موقع مليان فيديوهات. الفيديوهات دي بتتكلم عن مواضيع كلها مهمة في الحياة، زي مثلا 5 steps أنا موريس، مكتوب 5 steps to fix any problem at work، 5 خطوات لإصلاح أي مشكلة في العمل. تمام. طيب، في كمان هنا فيديوهات أخرى بتشرح حاجات كتير قوي في العالم والعلوم والتكنولوجيا واللغة القديمة، حاجات كتير قوي مختلفة، والكليات الجيدة والدروس، الدروس اللي هي بنفقدها من مخنا، وثلاث طرق ازاي الفلوس تقدر تستطيع ان هي تحارب التغير المناخي. في مواضيع كتير قوي زي ما احنا شايفين، لو ترجمت وقريتها هتستفيد كتير قوي، وكلها فيديوهات ومحاضرين واشخاص جمال جدا بيشرحوا بشكل عملي على تيد. طيب، تعالوا نشوف الاختيار التاني اللي بعده، حاجة اسمها تيد سيريس. تيد سيريس هي عبارة عن حلقات او سيزونز، فصول، زي مثلا زي ما احنا شايفين مواضيع وعليها زي نظام حلقات مختصة بيها، بس حلقات مختلفة طبعا. طيب، تيجي على موضوع اسمه The way we work Upwork. طبعا الموضوع ده مهم جدا لناس كتير قوي فريلانسرز بيشتغلوا على Upwork. تعالوا نشوف هو تيد شارح الموضوع ازاي. تيد عامل زي فصول. الفصل الأول سيزون 1 كاتب عن مواضيع كتير قوي تخص Upwork زي ما احنا شايفين بيشرح سيكولوجية العمل على Upwork، وازاي نتجنب النصب، وازاي نبني كارير، وازاي نبني شركة على هذا الموقع، وازاي ان احنا نعمل بنفسنا، وازاي ايه التركات اللي احنا ممكن نقدر ندخر منها مال. حاجات كتير قوي، والموضوع شيق وله كذا سيزون، يعني ادي سيزون 1 سيزون 2 سيزون 3 سيزون 4 سيزون 5، فالموضوع منشق على 5 فصول. ده سيريس او 5 حلقات. ده موضوع مهم جدا. طيب، نرجع تاني للقائمة الرئيسية بتاعتنا. في حاجة اسمها تيد ريكومندس. ايه اللي ممكن تيد يرشحهولنا او يبعتهولنا عن طريق الميل بتاعنا او الجيميل، من خلال احنا بنهتم بايه، بالتكنولوجيا ولا بالساينس ولا بالديزاين ولا بالبيزنس ولا بالهيلثي ولا بالفيوتشر، عشان خاطر يبعت على الميل والله حصل على موقع تيد موضوع ما خاص بكذا انت كنت مهتم بيه. فدي حاجة جيدة جدا، ريكومنديشن ان هو يبعت لك زي يعني ان انت تفتكر يعني الموضوع اللي انت كنت عايزه. طيب، في حاجة اسمها تيد
ايدي فيديوز، ودي فيديوهات تعليمية. تيد عملها علشان خاطر ينمي مكتبة الدروس داخل موقع تيد. وانتوا عارفين طبعا موقع تيد ثقافي، معرفي، تعليمي، فكاهي في نفس الوقت، ليه في كل المجالات، مفيش مجال ما اشتغلش فيه. وطبعا الفيديوهات التعليمية دي لازم تكون يعني زي ما تقول كده يعني حريص ان الواحد يديك معلومة دقيقة، مش اي معلومة والسلام، مدروسة ومتجربة قبل كده وعليها بحث، وكمان عليها كتب. والمادة العلمية اللي بتتقال مش مادة سهلة وبسيطة، محتاجة ناس دارسين فاهمين المواد دي، يعني الفيديوهات دي تضيف لهم معلومة قوية غير اللي هم عندهم. وطبعا لازم يقرأ طبعا مستوى الجمهور اللي بيحضر لتيد، عشان تيد مش بيحضر له اي حد، بيحضر له ناس فاهمة ودارسين جامعات ومتعلمين، عشان كده الموضوع بيبقى صعب شوية. طيب احنا شفنا تيد فيديوز او تيد ايدي فيديوز. طيب تمام، نشوف كده الليسون اللي موجودة. مثلا بيبلك على الليسون، فتحناه لقينا في حاجة يعني في حاجة مش مظبوطة علينا. تمام زي ما احنا شايفين. طيب في برضو حاجة اسمها بلاي ليست. دي يعتبر الفيديوهات اللي موجودة ومتكلمين عنها، ونقدر نشوفها ونبحث عليها على اي حاجة احنا موضوع عايزينه، وتيد education بيرد عليها وبيعمل شرح للموضوع بشكل لائق. تمام. طيب زي ما احنا شايفين، رجعنا القائمة الرئيسية تاني ونشوف ايه اللي ممكن نعرفه عن تيد. زي ما احنا شفنا او احنا عارفين، يعني تيد من المواقع المحترمة جدا التعليمية الشهيرة. برضو في حاجة اسمها تيد توك، بيعملوا زي محاضرات كده والناس تحضرها. تعالوا نشوفها مع بعض ويتكلموا، زي مثلا what makes you special، اللي ممكن يخليكي يعني مختلفة. some philosophy for a happy life، بيقولك الفيلسوف بيقول انا لو قمت كويس هبقى الدنيا كلها كويسة. مش عارف، امثال غريبة بس قشطة ماشي. طيب هنا برضو في الاكتشافات topics، مواضيع نبص عليها برضو على تيد. يعني تيد حسب المواضيع حسب الحروف، يعني مثلا موضوع بحرف ايه هنروح حرف ايه، لو موضوع بحرف بي نروح حرف بي، ونختار ايه الموضوع اللي بيهمنا. واكيد هم متكلمين في كل المجالات اللي قدامنا دي يعني عشان يوصلوا الفكرة. تمام. طيب خلاص خلصنا ولا لسه؟ طيب تمام خلصنا. لا ما خلصناش لسه، في تاني في القائمة الرئيسية حاجات كتير اوي، نشوفها كده مع بعض. معلش التوبكس. تمام. وفي بودكاست، في برامج إذاعية. زي ما احنا شايفين قدامنا مواضيع كتير قوي، كل دي اوديو، نقدر نفتحها كده ونشغلها كده. Hello. Hello.
podcast from the TED Audio Collective, I'm going to use the power of science to take down the stickiest medical myths and explain how our bodies really work. The only thing these cleanses and detox remove from your body is your money. There aren't superfoods, there's just foods. And medical myths, well, they're sneaky villains. They take science and twist it. زي ما احنا شفنا كده الفيديو بيتكلم بشكل علمي مش بشكل ضعيف. طيب تعالوا خلصنا فيديوهات تيد. برضو تيد عامل حاجة كويسة قوي للمشتركين. في حاجة اسمها ترانسليت، وفي حاجة اسمها كونفرنس اللي هو تتقابلوا في اجتماع، وفي تيد اون سكرين، وفي تيد كورسز، تيد ايفنتس. طيب في بقى حاجة ممكن تمارسها، يعني دي ممكن تحجز فيها الكلام ده اللي هو في تيد اون سكرين تيد كورسز، لكن في ألعاب محتاجة قاعدة مش هينفع. ف TED followers organization a local TED event. كمان بيعملوا ايفنتات وبيعزموا الناس. فلو شايف حضرتك ان انت عندك يعني استعداد انك تحضر، فدي حاجة كويسة جدا. وكمان عاملين تيد بلوك، ممكن اي حد ينشر فيها اي حاجة، فدي حاجة كويسة على الفيسبوك بالنسبة لتيد